اهلا بيكم حبايبي، كل سنه وانتم طيبين. العيد على الابواب. عملنا نواعم العيد وطلعت نتيجتهم معانا جميله. النهارده هنحضر حلويات العيد اللي هتخلي ضيوفك يسالوكي عن الطريقه. هنحضر وهنعرف مع بعض طريقه عمل الشكلمه، وهنقول على اسرار تنجح الشكلمه معاكي وما تخليهاش تفرش منك وتفضل بقوامها ولونها الجميل. هتعجب الولاد جدا ومش هتشتريها من بره تاني ابدا، وهتكوني استاذه فيها، وانا متاكده ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم وهتدعولي. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتشاركوا الفيديو مع اصحابكم عشان الكل يستفيد. يلا بينا نسمي الله ونبدا وصفتنا. جهزي ورقه وقلم واكتبي يلا المقادير معايا. اول حاجه هنحضرها ومعانا في مكوناتنا هي البيض. النهارده هنحضر مقدار بيضتين. هنستعمل بيضتين كبار بدرجة حرارة الغرفة. هننزل في بولة، هنجيب بولة وننزل بيها بالبيض فيها، وبعد كده هنقوم جايبين المضرب السلك بتاعنا اللي هو المضرب اليدوي، وهنبتدي ان احنا نرب البيض كده بالمضرب. هنزل عليه بمعلقة صغيرة من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر، وهنبتدي ان احنا نقلبه لغاية ما البيض يبقى هش معانا وقوامه حلو. هنزل بعد كده بمعلقتين كبار من السمنة او الزبدة بدرجة حرارة الغرفة. ينفع سمنة او ينفع زبدة، معلقتين كبار كده يكونوا حلوين. وهنستمر في الضرب لغاية ما خليط السمنة والبيض يختلطوا مع بعض. بعد كده هنقوم نازلين معايا بمعلقتين كبار من عسل النحل. لو انت ما عندكيش عسل نحل ممكن تستبدليه بمعلقتين عسل كلوكوز. طب انا برضو ما عنديش عسل كلوكوز يا ام جودي، ممكن استبدلهم بايه؟ ممكن تستبدليهم بمعلقتين كبار من الشربات التقيل. اكيد كلنا عندنا شربات تقيل متبقي من الشربات اللي كنا بنعمله للحلويات، ممكن تستعملي منه معلقتين كبار هيديكي نفس النتيجة. يبقى عندنا ممكن تستبدلي العسل النحل بعسل الكلوكوز او بالشربات التقيل. لغايه كده تمام. هنقلب بقى الخليط ده كله مع بعضه، وبعد كده هقوم نازله باربع معالق كبار من السكر الحبيبات. السكر اللي هو الابيض بتاعنا العادي، 4 معالق كبار حلوين. كميه السكر والعسل دي مناسبه جدا معانا النهارده للكميه اللي احنا هنحطها. ممكن تضاعفي الكميه وممكن تقلليها على حسب رغبتك. النهارده عملنا مقدار بيضتين، لكل بيضه كوبايه من جوز الهند. انت ممكن بقى تضاعفي الكميه او تقلليها، دي براحتك. وانا برضو هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف علشان خاطر تسجلوها عندكم. بعد كده خلاص نزلنا بالمواد السائله. هقوم نازله بقى معايا بكوبايتين من جوز الهند. يفضل ان انتوا تستعملوا جوز هند ناعم او جوز هند وسط. ما ينفعش ان انتوا تستعملوه خشن عشان الشكلمه ما تفرولش منك وتسيب منك في الفرن. يبقى حتى لو انت عندك جوز هند خشن ممكن تضربيه في الكبه كده تنعميه شويه. بعد كده هقوم نازله معايا بمعلقتين كبار من الدقيق اللي هو الدقيق الابيض العادي بتاعنا، وعليه نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. البيكنج باودر ضروري معانا النهارده في وصفتنا عشان خاطر يدينا قوام هش وما تبقاش مكتومه معانا، لان خصوصا ان هي فيها دقيق وبيض، فلازم نديها نص معلقه كده تنفسها وتخليها هشه معانا لما تيجي تستوي في الفرن. انا بعد التقليب لقيتها محتاجه معلقه دقيق تاني، ضفت لها معلقه دقيق كمان. يبقى كده اصبحت ان انا حطيت 3 معالق كبار من الدقيق الابيض العادي. كده القوام بقى جاهز معايا والشكلمه خلصت. اظن مفيش اسهل من كده. مقاديرها سهله وجميله وتحضريها في اقل من 5 دقايق وهتكون جاهزه معاكي. هنجيب بقى كيس الحلواني بتاعنا، ممكن كيس بلاستيك او قمع بلاستيك، وبعدين تجيبي قمع اسفل اللي هو بتاع بلح الشام الكبير ده، وتقومي حاطه بقى الخليط في قلب الكيس الحلواني. لو انت ما عندكيش كيس حلواني ممكن تحطيه في كيس تلاجة وتقطعي الكيس كده من الجنب وتبتدي ان انت تضغطي على الكيس وتنزليها. هي بتنزل بشكل منحكش كده، وبتضغطيها هتنزل معاكي بكل سلاسه وسهوله في قلب الصينيه. هتجيبي صينيه تفرشي فيها اهم حاجه ورقه زبده علشان هي ما تلزقش منك في الصاج، وكمان ما تحرقش
يفرقلكيش الصاج اللي هتسوي فيه. هننزلها بقى زي ما انتوا شايفين كده. ما تحاوليش ان انت تضغطي على القمع عشان خاطر ما تفرشش منك، لا احنا عايزينها وانت بتنزليها ترفعيها لفوق ان هي تبقى قوامها مرتفع، ما تبقاش قوامها عريض. اظن انتوا فاهمين قصدي. اما تيجوا تنزلوا من القمع تخلوها تبقى مرتفعه كده عشان ما تفرش معاكي في الفرن. هتكوني في الوقت ده مشغله الفرن على درجه حراره 180. هتحطيها على الرف اللي في النص، واول ما تاخد اللون الجميل ده هتقعد معانا في الفرن ربع ساعه. كده خلاص شكلنا اول صاج معايا، ولسه برضو متبقي معايا لسه حبه من العجينه. جبت الكريز الاحمر بتاعنا ده وقطعت كده الواحده على 3، وبعد كده نقعتهم في ميه علشان خاطر اما نيجي ندخله الفرن الكريز ما يتحرقش معايا في الفرن. دي خطوه مهمه برضو لازم تعملوها، ان انتوا تنقعوا الكريز في شويه ميه قبل ما تحطوه على الشكلمه من فوق. وبكده زينا الشكلمه. ممكن لو انت ما عندكيش كريز خالص ممكن تزينيها باي حاجه، او ممكن ما تحطيش حاجه خالص، هتديكي برضو نتيجه ممتازه. هتدخليها على فرن سخن، هتقعد معاكي بالظبط ربع ساعه وهتطلعيها. هنجهز بقى الصاج التاني عقبال ما الصاج الاولاني يطلع معانا من الفرن ونشكلها. اظن مفيش اسهل من كده. شايفين بكل سهوله بتنزل معايا ازاي وشكلها جميل. هتدينا كمية حلوة من 2 كوباية جوز هند. لكل بيضاية كوباية جوز هند. عايزة تعملي 3 بيضات هتعملي 3 كوباية جوز هند، وتزودي المقادير زي ما احنا متفقين عليه. هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف، ولو عايزين تسألوا على اي حاجة في الوصف اكتبوا لي وانا هرد عليكم من عينيا. ما ينفعش العيد من غير حلويات. عملنا الشكلمة الجميلة، مش عايزة اقول لكم ريحتها كانت عاملة ازاي وقلب البيت. انصحكم بتجربتها بجد جميلة وتستاهل التجربة. طلعت معايا من الفرن وخدت اللون الجميل. هبتدي بقى ان انا اجيب معلقتين شربات بقى خفيف تقيل، اي شربات عندك، وتقومي ملمعه بالشكلمه كده. مش اللي هو بنسقيها، لا يا دوبك بس بنلمعها علشان تفضل من بره طريه وجميله ومحتفظه بشكلها، واللمعه اللي فيها تبقى جميله. هتبرد وتعبيها في علبه وتقدميها لضيوفك في اي وقت في العيد، وبألف هنا وشفا على قلبكم. وده كان شكلها النهائي، ودي الكميه كلها اللي طلعت معايا من الفرن. ما شاء الله، 2 كوباية جوز هند وبيضتين عملوا معانا الجمال ده كله. عملنا النهارده الشكلمه عشان حلويات العيد. انتظروني ان شاء الله بكره كده هنعمل برضو كوكيز الشوكولاته عشان الولاد ينبسطوا، وضيوفنا لما يجوا يعيدوا علينا في العيد يلاقوا عندنا ما تشتهي الانفس زي ما بيقولوا. هسيب لكم برضو الفيديوهات بتاعت الكحك والبسكوت في البطاقه اللي بتظهر اعلى الفيديو وهو شغال، عشان تشوفوا الكحك والبسكوت والبيتي فور والغريبه اللي احنا عملناهم وتقولي لي فيها رايكم. وعاوزاكم تكتبوا لي النهارده على رايكم في تعليق حلو كده، وتقولوا لي تسلم ايدك يا ام جودي، وتقولوا لي ايه رايكم في الشكلمه. طالعه معايا ما شاء الله زي ما الكتاب بيقول. مش هتشتريها من بره تاني ابدا، ولا هتعتبي الفرن. شكلها جميل وطعمها اجمل، وريحتها وريحه الجوز الهند فيها تحفه ما شاء الله. بجد طعمها خطير. عايزاكم تجربوها وما تنسوش تدعولي. انا لسه فاتحه القناه جديد ومحتاجه دعمكم وتشجيعكم ليا. اكتبوا لي في التعليقات انتوا بتتابعوني منين، وفيديو النهارده عجبكم ولا لا. وما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل يوم وصفاتنا الجديده. كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي. عيد سعيد عليكم وعلى امه محمد جميعا. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.